إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عندما نتأخر عن العمل ندخل برأس منكوس وكلام مهموس حياء من المدير، فهل نشعر بنفس هذا الشعور عندما نتأخر في الصلاة ونقف بين يدي الله؟ لا تحسد أحدا على نعمة فأنت لا تعلم ماذا أخذ الله منه، ولا تحزن بمصيبة فأنت لا تعلم ماذا سيعطيك الله عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية. يقول حكيم: كنت أبكي لأنني أمشي بدون حذاء، ولكنني توقفت عن البكاء عندما رأيت رجلا بلا قدمين. دائما الحمد لله على كل حال. يوما ما ستكتشف أن حزنك حماك من النار وصبرك أدخلك الجنة. إذا لم تتصدق بمالك تصدق بأسنانك، يعني ابتسم. من عجائب الإنسان أنه يضجر من سماع النصيحة وينصت لسماع الفضيحة. لا تتوقع من نهاية اليوم إلا الرضا وسترضى. استعن بالكريم، بالرحيم، بالعظيم. لا تدع الناس يعرفوا عنك سوى سعادتك، ولا يرون منك إلا ابتسامتك. إن ضاقت عليك أمورك ففي القرآن جنتك، إن آلمتك وحدتك فإلى السماء دعوتك، إن سألوك عن أخبارك فاحمد الله وابتسم. السلام عليكم.